بل انظر، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسك أبو بكر الصديق وأخذه على جنب. أبو بكر قال: نعم. قال: والله إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة، احفظوها من اليوم ولا تتركونها أيضا كلكم. قال: لا تترك بعد كل صلاة أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. النبي محمد خايف على أبي بكر الصديق. نعم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ أبو بكر الصديق صديق الأمة، النبي يعطيه الوصية الخاصة، يقول: خلها لك يا أبو بكر. وأبو بكر كتمها وعمل بها إلى قبيل وفاته، بثها خشية أن يكتم العلم. أعوذ بك، اللهم قولوها قبل التسليم بعد ما تنتهي من التشهد، هكذا كان يفعلها أبو بكر الصديق إذا فرغ من التشهد وقبل السلام في كل صلاة كان يقولها أبو بكر الصديق، وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظوها واعملوا بها، لا تتركوها. والله يا شيخ عماد قال: ما تركتها منذ سمعتها، ما تركتها منذ سمعتها. نعم، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك. يعني يمكن أقع في شرك بدون علم، وأنا جاهل وأنا ناسي وأنا غافل. الشرك أمره خطير جدا يا عبد الله.